اهلا بيكم في كايرو جاردن. النهارده هقول لكم عن زيارتي لمعرض الزهور في الأورمان، وهقول لكم عن افضل عروض الزهور اللي كانت موجوده في حديقه الأورمان، وافضل النباتات اللي ممكن تشتريها، وافضل الاماكن اللي ممكن تشتري منها نباتات في معرض الزهور. معرض الزهور في الأورمان بيتعمل كل سنه. انا رحت السنه دي علشان اشوف الزهور وافضل العروض اللي كانت موجوده في المعرض السنه دي واسعار النباتات. من الحاجات اللي كانت كويسه جدا هو وجود الخريطه دي اللي بتوصف اماكن كل العارضين، ودي كانت ممتازه، ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. يتهيألي احسن عرض للزهور يتهيألي كان في توكلت على الله، اللي عارض الزهور بشكل ممتاز. عاجبني جدا رصه الزهور بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين هو بيعتمد على انه بيرسم بالزهور، ومساحته مش كبيره بس استغل المساحه بشكل ممتاز. اسعاره غاليه بس يمكن شويه، بس الجوده بتاعه النباتات بتاعته ممتازه. بعد العرض ده في برضو العرض بتاع المصرية الألمانية ده، على عكس توكلت على الله هو مساحته أكبر بكتير واستغل المساحة بشكل ممتاز. بس أكتر حاجة لفتت انتباهي هي الأرش ده اللي هو استخدم فيه شاليات بحيث ان يعمل أرش ممكن تعدي منه في الجنينة. الطبيعي بالنسبة للأرش ده أو الشكل ده إن بيستخدموا نباتات متسلقة زي الجهنمية أو الياسمين أو كده، بس هو استخدم شاليات وده كان شكله ممتاز. من العارضين الكويسين كل سنة برضو ماي جاردن، بس السنة دي ما كانش فيه أي حاجة مائية، يعني ما كانش فيه نافورة. السنة اللي فاتت كان فيه نافورة شكلها ممتاز، وكان عنده تنوع في النباتات أكتر من كده. كان عنده ورود أكتر، كان عنده تيوليب. السنة دي شكل العروض حلوة، ويمكن علشان لسه في أول المعرض فما جابش بقية الزهور، بس هو شكله ممتاز. وزي الورود دي جميلة جدا وورود ظل. أفضل حاجة عجبتني هو النبات ده. أنا ما شفتوش قبل كده في المعرض، بس السنة دي لما شفته بصراحة كان شكله ممتاز. وده نبات ظل اخضر من فوق وموف من تحت، وشكله مختلف جدا عن العادي. معرفش سعره ايه، بس عجبني قوي الورقه دي فيها شرح كل حاجه محتاجها في الزرع. طبعا بره دايما بتتباع دي مع الزرع، هنا في مصر يمكن مش كتير، بس يمكن عشان النبات ده مستورد. والورقه دي مفيده جدا، بتقول لك امتى تحط ميه وامتى، والنبات ده ظل ولا شمس. كان في عروض كتيرة برضو للزهور زي آل عويس ده على طول بيعمل عروض جميلة. يمكن أسعاره برضو غالية شوية، بس زي ما انتم شايفين الرصة بتاعته الورود كانت جميلة، والجهنمية شكلها ممتاز مع طبعا البيتونيا. والشجرة دي كان شكلها مختلف جدا، ما شفتهاش في المعرض قبل كده. كانت برضو عند آل عويس، شكلها جميل جدا، يمكن بس غالية شوية. وطبعا كان في تنوع من الورود، بس أهم حاجة لما تيجي تشتري ورود من المعرض لازم تسأل تحط للورد مية قد إيه، هل هو ظل ولا نور، عمره قد إيه. والأفضل كمان تطلب من البياع إنه يوري لك جذورها لو لسه صغيرة، عشان تتأكد إن هي ليها جذور. زي النبات ده مثلا نبات صبار، لازم تعرف ده تحط له مية قد إيه علشان ما يموتش منك. بالنسبة للتصميمات، روكس اند بوتس ده تصميماته حلوة جدا. النافورة دي عجبتني قوي، النافورة الصغيرة اللي ما بتعملش دوشة كبيرة. عجبني جدا برضو ان هو مهتم باللاندسكيبينج زي الممر اللي انتوا شايفينه ده. وبرضو فكرة الوجهة، يعني دي موجودة برضو في الجناين المشهورة، ان انت تلاقي حاجة زي الترابيزة وكراسي فتروح ناحية الترابيزة والكراسي فتكتشف طريق تاني. الطريق تاني ده برضو في حاجة تانية تشدك انك تروح لآخر الطريق. بالنسبة للديزاينر التاني اللي برضو لفت انتباهي هو مروج. عجبني قوي النوافير اللي في الاول دي اللي هي على الازاز. كان عامل فيل صغير كده، يمكن ما كانش احسن فيل، بس هو كان مهتم اكتر بالنوافير. يعني النوافير كانت عنده كتير قوي. ويمكن برضو العرض مش مترابط شوية، يعني على عكس روكس اند بوتس كان مترابط. هو العرض هنا مش مترابط، هو اكتر بيعرض الحاجات اللي عنده. بالنسبة للنباتات العطرية زي النعناع والريحان والحاجات دي كلها، مشاتل ابو يوسف دي انا اشتريت منها قبل كده، اسعاره كويسة، حاجته رخيصة، وممكن تشتري منه كل النباتات العطرية. واحسن حاجة ان هو بيحط اسماء الحاجات، يعني زي ما انت شايف كده، فده بيسهل عليك بدل ما تفضل تسأل حد. عجبني جدا السنة دي العرض بتاع الجهنمية في ناس كتير مستخدمها بشكل كويس قوي زي ما انتم شايفين هنا. من العروض اللي لفتت انتباهي هو العرض ده، تقريبا اسمه ماري جولد او آل طه، حاجه من الاثنين. عجبني قوي الصبار الاحمر ده، هو بيبقى احمر في الشمس، في الظل بيبقى اخضر.
وبرضه في نبات تاني عجبني اللي هو النبات ده، انا مش فاكر اسمه بصراحة دلوقتي، بس هو من تحت لونه موف ومن فوق لونه اخضر، وده بيتحط في الظل او في نص ظل نص الشمس. عجبني برضه قوي في عند ماري جولد ده عروضه بالجهنمية، يعني زي ما انتم شايفين هنا الجهنمية العالي جدا فوق وبعدين درجات، يعني عالي اوطى شوية اوطى شوية، فممتاز بصراحة، عجبني جدا العرض بتاعه. الجهنمية جميلة جدا وممكن تنمو في الشمس بسهولة جدا. برضو شركة الوليد دي انا ما اشتريتش منها قبل كده، بس السنة دي عجبني جدا كمية الورود اللي مستخدمينها في العرض بتاعهم، كمية كبيرة جدا على مساحة كبيرة جدا، وزي ما انتم شايفين مدية الوان كتير ومتميزة، يمكن محتاجة بس ان هي تبقى فيها اعلى عالي وواطي شوية، يعني هو بس كله درجة واحدة مفيش درجات، فيمكن عشان كده ما كانتش دي افضل واحدة بالنسبة لي. بالنسبة للفواكه في المشتل ده اللي هو مشتل اللبودي ده، انا اشتريت منه قبل كده، الجودة بتاعته كويسة مفيهوش مشكلة. وعجبني برضو جدا الكروت اللي بيبقى كاتب فيها نوع النبات، وبرضو كاتب رقم تليفونه عشان لو في حاجة طبعا بتكلمه بتسأله، فده طبعا عجبني جدا. في واحد تاني برضو بالنسبة للفواكه مساحته اكبر شوية، اسمه مجموعة الياسمين، ده عنده كل حاجة من البرتقان والمشمش، بس يمكن الجودة بتاعته اللي انا جربتها ما كانتش ممتازة يعني، او يمكن ده في اللي انا اشتريته يعني. بس اهم حاجة لما تشتري شجر الفاكهة تفهم ان الفاكهة مش بتطلع دايما في شالية، زي البرتقان الصيفي ده مثلا مش بيطلع في شالية، بيطلع في الارض افضل. وبرضو اهم حاجة تاخد بالك منها وانت بتشتري الشجر واي زرعة، انك تبص على الاوراق، اوراق صفرة زي دي كده ممكن يكون فيها امراض، فالنبات يموت على طول اول ما انت تاخده. لازم النبات اللي تشتريه يبقى زي ده كده، في ورد واخضر وبيطلع نموات جديدة. للأسف ما كانش فيه في المعرض اي اشجار مقزمة يعني اللي هي متخصصة انها تطلع في شاليات صغيرة، ما لقيتهاش خالص. بالنسبة لنباتات الظل من اللي انا جربتهم فعلا اللي هو المزرعة الهولندية دي، يمكن اغلى شوية من السنة اللي فاتت، بس طبعا الحاجات اللي عنده حاجات كويسة جدا عجبتني، زي البيس ليلي اللي هي زي دي، هم بيسموها بيسيليوم تقريبا او فيسيليوم حاجة كده، والكروتون اللي هو الاحمر في اصفر ده برضو ممتاز للظل. نباتات الظل كتيرة جدا وسهلة في النمو، بس اهم حاجة لو هتشتري شتلة صغيرة تخليه يقلبها لك ويوريك الجذور بتاعتها، ما تبقاش لسه منقولة فما فيهاش جذور. برضو الشيمي عنده نباتات ظل، انا اتفرجت على المعرض بتاعه اللي بيبيع فيه، عنده حاجات كويسة جدا، نباتات الظل بتاعته صحتها كويسة وشكلها كويس. وبرضو لفت انتباهي الجاردينيا اللي حاططها في زي شالية معلقة، الهانجينج باسكتس ديت اللي هي الشاليات المعلقة دي مش موجودة كتير بالشكل ده. الجاردينيا برضو نبات ظل وبيطلع ورد ريحته جميلة جدا، ودي كلها برضو نباتات ظل جميلة جدا، ممكن تطلع عندك جوه الشقة او في بلكونة ظل. بالنسبة للصبار، لو بتحب الصبار، في مزرعة الصبار العالمية دي عند البوابة على طول، عنده تشكيلة حلوة جدا جدا من الصبارات والوان كتيرة، والصبار ممتاز ان هو بيطلع باقل مجهود يعني. وطبعا لو عندك اي سؤال قبل ما تاخد الصبار اسأل في المعرض الاول، اعرف بياخد مية قد ايه، واعرف بتنقله ازاي. الصبار دايما بيبقى فيه صعوبة في النقل، طبعا زي ما انتم شايفين في برضو صبارات الخشب نفسه هو اللي فيه شوك مش الزرعة نفسها، فتسأل البياع. وبرضو لما تشتري نوع صبار اعرف بيحتاج شمس ولا بيحتاج ظل ولا بيحتاج يقعد في الشمس على طول، لازم تعرف الحاجات دي قبل ما تشتري الصبار. وخلي بالك لما تشتري الصبار اعرف هتنقله ازاي، لان الشنطة البلاستيك اللي هو بيديها لك مش بتنفع في النقل، فحاول يا اما تروح معاك شنطة قماش لو هتشتري صبار. فطبعا في تشكيلة ممتازة، بس المشكلة الوحيدة ان كل الصبار مرصوص على الارض مش على ترابيزة، فطبعا انت بتحتاج توطي كتير جدا. اللي راصص بقى على ترابيزة هو هلال، ده برضو العرض التاني للصبار، يمكن التشكيلة بتاعته متساوية بالظبط للعرض الاولاني، مع ان العرض الاولاني عنده صبارات اكتر، بس بالنسبة للهلال هو بس راصص الحاجة بتاعته بطريقة سهلة ان انت تقدر تنقي وتختار الصبار اللي انت عايزه. زي ما انت شايفين كده على ترابيزة، شاليات صغيرة جدا كلها نفس النوع، بتقدر تختار اللي انت عايزه، مش كلها انواع مختلفة زي العرض الاولاني. فدي طريقة سهلة جدا في البيع، يعني انا بالنسبة لي الطريقة دي هتبقى سهلة جدا.
لفت انتباهي برضو في المعرض ده استخدام الهيدروبونكس. اسعاره غالية طبعا لسه في جرين سكاي ده، بس هم بيعملوا لك كل حاجة، يعني بيبيع لك كل حاجة على بعضها بما فيها المية بما فيها كل حاجة، وكانت لطيفة. انا ما جربتهاش بصراحة، بس احتمال ممكن يعني في المستقبل اجربها. نتمنى يبقى فيه طبعا اختيارات اكتر من كده. انا اشتريت زرع من هناك طبعا، بس زي وهعمل حلقة اللي جاية هتبقى عن نقل الزرع وازاي تعتني بجذور الزرع وانت بتنقله. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولو عايز تشوف الحلقات اللي جاية بتاعتنا اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.